حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل أكلة تحفة خطيرة بتأكل ومش مكلفة خالص، وأكلة شعبية. وطبعا احنا عارفين الأكلة الشعبية هي فعلا اللي بتأكل. هنعمل النهارده ايه؟ هنعمل النهارده عدس بجبة. معايا كده بصلتين كبار، والبصل لو مفضل لو يكون احمر كده لاني بيخليها زي العسل بجد. لو مفيش احمر البصل الابيض عادي. ومعايا كده قطعة من الثوم، انا عاملاها بالزعتر والروزماري، حطيتها كده. وبعد كده هحط كمان 3 من الطماطم، ومتقطع فيها قرن فلفل كده الاحمر. هسيب بقى الكلام ده كله يتسبك مع شوية التوابل الحلوين دول. 2 مكعب ماجي، فلفل اسمر، كمون، وكمان كزبرة. هنسيب بقى كل الكلام ده كده يتبل مع بعضه. هنعمل ايه؟ هنقلي بقى بتنجان وشوية فلفل كمان كده بعد البتنجان، احمر واخضر، يكونوا حار جدا جدا. هنديهم تشويحة، مش هنحمرهم ولا هنتبلهم قوي، هما كده التشويحة دي كده تمام قوي. هنطلعهم بقى ونحطهم في طبق لوحديهم. تعالوا كده بقى، غسلنا كده العدس بتاعنا، يعني نقول ربع كيلو عدس. ربع كيلو عدس هيأكل 6 نفار تمام، لان هو بيزيد جدا. وهنحط عليه كمية مية محترمة كده مغلية، وهنغطي عليه وشكرا على كده. مش هنعمل له اي حاجة تاني، هو بقى كده هيتطبخ مع نفسه. هنا بقى معايا الدقة بتاعتي. عايزة اقول لكم الدقة دي من السنة اللي فاتت، ده كده اخر بطرمان. دايما كده اخر بطرمان بيطلع مجرد ما التوم الجديد يطلع. هنبتدي بقى نجيب توم جديد، وهنبتدي نعمل خلطات تاني ان شاء الله. هنا بقى قطعت الطماطم بتاعتي كده، وحطيت شوية خل وشوية عصير ليمون زودتها. وهبتدي بقى ان انا اخلل البتنجان بتاعي. طبعا هكتر كده الطماطم عشان يبقى منها دقة طماطم مع البتنجان. عايزة اقول لكم تحفة وخطير. والاحسن كمان لو انتوا سلقتوا البتنجان، يعني انا بفضل في الاكلة دي البتنجان المسلوق. وعلى فكرة هنسلق برضو البتنجان ان شاء الله كده، وهنحطه في بطرمان عشان يبقى سهل علينا ان احنا في اي اكلة بقى نطلع البتنجان اللي بالدقة المسلوق خطير. ودلوقتي البتنجان رخص، كان البتنجان الايام اللي فاتت غالي، دلوقتي البتنجان رخص. ادي بقى العدس بتاعنا، عايزة اقول لكم ريحته قلب الدنيا. عملنا القوطة المخللة بالبتنجان، وعملنا الفلفل الحار، وكمان بصل احمر وجرجير. غدوة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص، ما وقفتناش في المطبخ. وعايزة اقول لكم كلنا صايمين وكلنا كتير جدا جدا. بصوا ابني مستعجل، اتمنى يكون